الامارات اتعرضت لضربه كبيره عن طريق ايران، فدخلوا على ايران سالوها، قالوا لها قول لي يا ايران انت ضربت الامارات ولا هتنكر؟ قلت له صح بس هنكر. بس هنا ايران انكرت، واحنا اتعلمنا ان ايران في حاجات في الحروب بتعملها وبتقول انا عملتها. انا شبح يا دي انت وهو يا انا ايه انا قليل يا. وفي حاجات بتعملها بتنكرها على طول. ايران ساعات بتقول ان هي اللي هجمت، وساعات بتنكر لتجنب التصعيد. لكن في القصة الأخيرة بتاعت ضرب الإمارات الضربة القوية دي، في 3 نقط أنا كمحمود طلبة واقف عندهم. 1، التحركات السريعة اللي حصلت ووجود قوات جوية مصرية بسرعة جدا موجودة في الإمارات. رقم 2، إن مصر مش بتعادي إيران ولا هتدخل في حرب مباشرة معاها، وإيران عارفة الجانب ده، والعلاقات ما بيننا الكلام رايح جاي. رقم 3، النقطة اللي لاحظتها إن في تقاطع أفكار ما بين الإعلام الإسرائيلي والإعلام الإيراني في نقطة معينة. إيران ضربت الإمارات قبل كده، بس مصر ما أعلنتش ولا الإمارات أعلنوا قبل كده إن في تحالف موجود ما بين الجيش المصري والجيش الإماراتي، أو تحالف موجود في الحرب دي خالص. ولا مصر دخلت في عداء مباشر مع إيران، ولا حتى الخليج أعلن إعلان حرب. فجأة لقينا في طيران وقوات جوية مصرية موجودة في الإمارات. خلي بالك، مش مهم عدد الطيارات، المهم إن الإمارات أعلنت وجود الطيارات دي رسميا. إن الدولة أحيانا بتنشر قوات سرا، لكن لما تعلنها رسميا قدام الكاميرات يبقى الهدف سياسي وردعي ونفسي. معايا انت؟ وده معناه ان في رساله، ورساله كانت متوجهه. الرساله دي متوجهه لمين؟ يعني اتجاهات مختلفه، منها واشنطن، ايران، الخليج، الداخل المصري، واسرائيل. هنا بقى الكلام اللي احنا هنتكلم فيه. اسرائيل، مصر مش بتتحرك من ضربه واحده. يبقى هنا السؤال بيقول، هل مصر اتحركت بسبب حاجه كبيره بتحصل؟ خصوصا ان ايران قالت انا ما ضربتش. لا مش انا يا حبيبي. يبقى كده الكلام هيروح على مين؟ هل اسرائيل هي اللي ضربت؟ فطبعا الاتهام ظهر ان هل انت يا اسرائيل ضربتي؟ فالرأي العام كله دخل على اسرائيل، وكله بصوت واحد قال لها سمعت يا اسرائيل اللي انت بتخونيني مع الولا مندوح، وربنا معنا تختي معنا. نرجع للنقطة اللي قلناها، ان ايران يا جماعة بالفعل ضربت قبل كده الامارات، بس ما حصلش تحالف مصري، ولا حتى الخليج اعلن اللي هو في حالة حرب واعلن الحرب على ايران. الكلام ده ما حصلش، بل بالعكس، ولا مصر سابت الخليج يقع ولا ضربت ايران ولا عادت ايران، بل بالعكس الرئيس المصري راح الخليج وزار الخليج في وسط الحرب وتضامن. وهنا ايران وقفت الضرب اثناء الزياره دي احتراما. الله، يبقى كده مفيش عداء يا جماعه ما بين الرئيس المصري وما بين ايران، مفيش حاجه ما بين الدولتين. فالناس وقفت، سمعت، قال لك سمع هوس ابو محمود جاي الخليج، اضرب يا باشا، ايه سلام تحيه. وقف الكلام ده خالص، وقف الحرب. وهو ده اللي حصل لما ابو محمود كان هناك. ولو ركزت هتلاقي ان الرئيس لما رجع على مصر رجع على ايه؟ اصحى معايا، اصحى لدي. رجع على صلاه الجمعه وقعد، والخطيب كان بيتكلم قدامه، والخطيب قال حته كده ايه في النص، قال لك باسم فاطمه وابيها. الله، الدعوه دي والطريقه دي مش طريقه مصريه، وما بتتقالش قبل كده، ما اتقالتش قدام رئيس الجمهوريه على منبر. وخلي بالك ده رئيس الجمهوريه قاعد قدامك، يعني كل كلمه محسوبه. فانا لما اطلع دعوه فيها حته كده طابع ايراني، واخد بالك كده، انت بتقول يا عم الحاج انا ولا بعادي ده ولا بعادي ده. وده غالبا بيبقى كبير المنطقه. كبير المنطقه لما بيقعد ما بياخدش بقى صف حد كده، بيقعد تعالى يا باشا نقعد نتكلم، تعالى يا باشا، ما لازم المنطقه يبقى لها كبير. ما لو انت ما بقتش كبير المنطقه، الغرب هو اللي هيبقى كبير المنطقه وهتقعد وتسمع له، اصحى لدي. فانت دلوقتي راجل كبير المنطقه، فمش بتعادي هنا ومش بتعادي هنا، تعالى يا باشا نشرب حاجه، تعالى يا باشا نشرب حاجه، اقعد يا باشا نتكلموا، يبقى في مرونه، يبقى لازم كبير. يبقى القوات البصريه دي لما تروح الخليج وتبقى موجوده في الامارات، مش بسبب ان الامارات اتضربت من ايران. الشك اللي ظاهر هنا ان اسرائيل ضربه الامارات، فمصر كالعاده وقفت لها زي الشوكه في الزور. يا راجل دي مصر بتقف لاسرائيل زي الشوكه في الزور في كل حته. احنا عندنا مثل مصري بيقول لك قليل البخت يلاقي العظم في الكرشه، بسبب ان مصر كل شويه تقف في ملف اسرائيل عاملاه، اي حاجه عاملاها بتقوم واقفه لها كده. فاسرائيل دلوقتي مكتب نتنياهو مديره المكتب بتبقى ماشيه تقول لك قليل البخت يلاقي الشعره في سندوتش الخرا. نبص على تقاطع الافكار،
ابص على الاعلام الايراني وابص على الاعلام الاسرائيلي، الاقي الاعلام الايراني متكلم، في ناس منه يعني متكلم بدون ذكر الاسم واسم الصحيفه، يعني ناس منه متكلمه بتقول لك احنا بنتكلم على مخاوف تحالف عربي. تمام. ابص على الاعلام العبري الاقيه بيتكلم على فرحته من التحالف العربي. الله، تمام. يبقى ايه العامل المشترك هنا ما بين الاعلام الايراني والاعلام الاسرائيلي او الصحافه هنا والصحافه هنا؟ كلمه التحالف. فبص على ايران الاقيها بتتكلم على مخاوف، ابص على اسرائيل بعد الضربه وبعد التحرك ده يقول لك احنا فرحانين بالتحالف العربي لان التحالف العربي ده ايدهم في ايد بعض هيقضوا على ايران. هنا لازم تقف وتسأل نفسك سؤال، إسرائيل فعلا فرحانة إن في تحالف عربي؟ إزاي؟ يعني إسرائيل خلاص بقت دولة عربية معانا ففرحانة بشدة بالتحالف العربي؟ ده فاضل لها دقيقتين وتطلع تقول لك أنا ولو كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. يعني إسرائيل اللي عندها شعار إسرائيل الكبرى وعايزة تاخد الدول العربية دي كلها هتفرح من التحالف العربي؟ ده فرحتك اللي انت بتستعرض وبتقول اللي انت فرحان بالتحالف العربي اكبر دليل اللي انت متورط في حاجة كبيرة جدا. يا راجل ده انتوا حاطين ايجنت ليكوا بقى رئيس دولة. بهزر عشان محدش يزعل. طبعا التحرك المصري ده مزعج جدا. قول لي ليه؟ لان في المدرسة الاستخباراتية بتقول لك ايه؟ كل ما الخليج يحس بالخطر كل ما بيعتمد اكتر على التكنولوجيا الاسرائيليه. الله، ازاي يا عم؟ ده مفيش قواعد اسرائيليه عندنا في الخليج، ده احنا عندنا قواعد امريكيه. ايوه، ما القواعد الامريكيه معتمده على تكنولوجيا ايه؟ تكنولوجيا امريكيه. دور على الشركات اللي بتمتلك التكنولوجيا هتلاقي الشركات اسرائيليه، هتلاقي المعلومات الاستخباراتيه جايه لك منين؟ ومن فانت كده معتمد على ايه؟ على الجانب الهاء حتى في الدفاعات الجويه. لكن اللي حصل دلوقتي ان مصر دخلت على الخط. خلي بالك من دي، مصر دخلت على الخط، يبقى الكبسة دخلت في الطعمية، ودي أكلة محدش يقدر يستحملها. باشا الكبسة على الطعمية باشا، ده من نظام الطيبات، خلاص من نظام الطيبات. يبقى أنت تفهم حاجة معينة كده، سواء أنت مواطن خليجي أو مواطن مصري، إن مصر تتحرك التحرك ده في الوقت ده. اعرف ان الضربة اللي اتضربتها الاخيرة الامارات واللي كانت هتتضرب الايام اللي جاية دي كانت الخطوة الاخيرة لانهاء الامارات ومحوها من على الخريطة الجديدة اللي بتترسم بقالها فترة. كان معكم محمود طلبة واشوفكم في فيديو جديد.